دي بقى صينيه الكنافه بالنوتيلا او بصوص الشوكولاته. جميله جدا جدا، حاجه فاخر من الاخر بجد، حاجه بجد عظمه. الصينيه دي لو هتجيبيها من بره مكلفه جدا، انت لو هتعمليها في بيتك هتدفعي بس كام يعني 25 جنيه، اقل من 25. بس حاجه بجد لو عندك ضيوف، عندك عزومه، حبيتي تعمليها بجد بجد هتشرفك، يعني خديها مني بثقه. لو انت ما اتفرجتيش على الفيديو ده انت الخسرانه، هيبقى فايتك كتير قوي قوي قوي. وطبعا اللي هيشوف ويعمله ويقلده هو الكسبان. بجد بجد جربيها مش هتندمي. لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده وعجبكم الطريقه بتاعت الكنافه دي، متنسوش تدعموني باللايك والاشتراك. تعالوا بقى نشوف الوصفه. يلا بينا كده نصلي على رسول الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونحضر صوص الشوكولاته بتاعنا او النوتيلا. كوبايه الا ربع من الزيت وكوبايه سكر. هنحط كوبايه صغيره من الكاكاو، وانا افضل الكاكاو الفاتح، انا بحب الشوكولاته تكون فاتحه، ما بحبش الدارك الغامقه. فانا احب على حسب اختيارك، انت بقى عايزه الدارك الغامقه اللي هي المره دي، انت حره، عايزه تحطي زي الفاتحه برضو، ده على حسب راحتك انت. هنحط بقى كوبايه لبن اتسرسب مني شويه، همسحهم بسرعه عشان ما فيش حاجه تطول الارض وندوس عليها حرام يعني. فنضرب بقى، نحط كمان فانيليا. الفانيليا هتدي تست حلو قوي وبتدي له ريحه حلوه. بصوا انتوا لو فضيتوها في علبه مع مكسرات وشلتوها في التلاجة، والله تبقى نوتيلا نوتيلا، يعني هي نوتيلا ايه، مش اختراع يعني عشان تتباع ب 200 جنيه ولا مش عارفه بكام. مش اختراع، انت ممكن تعمليه في البيت. بتاع الفول معدي. طبعا انا بسجل لكم الفيديو الصوت دوت، انا كنت عامله قبل الفطار. دلوقتي يعني خلاص احنا فطرنا واتبسطنا طعمها تحفه تحفه يعني. فانا قلت اسجل لكم بقى في المونتاج الصوت. آه بصي، كل ما بتضربها في الخلاط تتقل تتقل، كل ما بتاخدي منها ايه، شوكولاته ناجحه، يعني تبقى تقيله معاكي وتبقى ناجحه. عارفين انتوا السيليكون اللي بيبقى على شكل ارنب ودبدوب وكده، السيليكون دوت لو انت فضيتي فيه صوص الشوكولاته او النوتيلا اللي انت عاملاه، وتحطي مكسرات في السيليكون وتفضي، انا هبقى اعمله لكم في يوم يعني لعيالنا لو حابين، لو بيحبوا الشوكولاته. وتحطي مكسرات في السيليكون وتفضي الصوص اللي احنا عاملينه ده، تحطي في الفريزر. احلى شوكولاته انت عاملاها في البيت لعيالك من غير مواد حافظه بقى وكلام فارغ. لا اعمليه انت، بصوا تقيله ازاي، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم اصلح ما بين ايدينا يا رب. هنفضيها بقى في كيس ونحطها في الفريزر، في التلاجة مش في الفريزر، في التلاجة لغاية ما نشتغل على الكنافة. ومبين الناس بقى اللي لسه ما دعمتنيش باللايك وبالاشتراك، الناس الجديدة اللي لسه أول مرة تشوفني، فضلا وليس أمرا دعموني باللايك والاشتراك، ويا رب يا رب يا رب تاني اللي هيدعمني باللايك والاشتراك يا رب يحقق له كل اللي بيتمناه في الأيام المفترجة دي إن شاء الله. بصوا هنا بنفضيه اي كيس عندك، ما عندكيش كيس حلواني زي حالاتي كده، احنا ممكن نستعمل اي كيس ابيض نضيف، يعني اهم حاجه ان هو يكون نضيف وابيض بلاش الالوان. وتسيبيها في التلاجة شويه، مش عايزين نصعبها علينا يعني. احنا بيقولك ايه، الشطره تغزل لو برجل، نخليها حصان بلاش حمار. بصوا بنفضي كده في الكيسه. وعايزه اقول لكم شاهد جنبي بتقول لي حرام العذاب اللي بتعذبيهولي ده، انتي ايه العذاب دوت، انا صايمه. عايز شوكولاته تاخد حبه. احنا في رمضان. إيه ما هو فاطر مش صايم، اهم يا جمال. على فكرة حرام بجد. ايه رأيك؟ حلوة بتاج تحفة اخوكي بياكل تحفة شوكولاتة. تحفة. طب اعمل لايك، قول لهم اعملوا لايك اعملوا لايك عشان الشوكولاتة طعمها ايه؟ الشوكولاتة طعمها تحفة تحفة. ان شاء الله. هنا بقى ايه، انا خلاص كده بصوا الكيسة اهي، هنعمل لها خرم من هنا وهنشتغل من عليه. بس انا هسيبها بس ايه ترتاح شوية في التلاجة، يعني 10 دقايق، اقل من 10 دقايق لغاية بس ما ايه اظبط الكنافة، وبعد كده هنشتغل عليها. يعني اسيبها ترتاح في التلاجة لغاية ما انا ايه اظبط كل حاجة عندي هنا دلوقتي. يلا بينا بقى نشوف الكنافة بتاعتي. بصوا الكنافة دي طبعا بقالها يوم في قلب الفريزر، لغاية ما جمدت خالص. في ناس بقى تحب تقطعها بايديها، ناس تحطها بالمقصلة. بصوا لو عندك الكبة اعمليها في الكبة ونعميها، هتطلع معاكي ناعمة. وليه احنا بننعمها؟ عشان تشرب السمنة.
تشرب السمنه والله وهتفرق معاكي قوي. جربي اعمليها كده في الكبه ونعميها احسن يعني، وهتوفر لك كمان في الوقت. بصوا اصلا المحلات بتعملها بره ازاي، لما بتقولوا انتوا لما بتاكلوها كده تلاقوها متقطعه حتت صغننه قوي 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 قوي، تقولوا عاملينها ازاي؟ ما هم بيضربوها في اصلا في الكبه، بيضربوها في المطحنه بتنعم معاهم كده. فيا عينك على تكتيكاتك واختراعاتك يا ام شهد. بصوا يا دودي. ادين خلينا بقى، ايه رايك ام شهد ولا دودي؟ لا دودي، المشاهدة دي بحسك بصراحة اه بتبيع طماطم. ام العيال كده صح. ايه رايكم في اللي هي قالته ده؟ ببيع طماطم، اي واحده اسمها ام شهد يبقى بتبيع طماطم. طب ده حتى بيقولوا ام شهد يعني ام العسل. انا عارفة ان انا عسل ما يمنعش. ما تاخديش طبعا، انا مجاملات بس عشان احنا بنسجل. يلا بينا كده ثقه بالنفس. مم. طيب كل واحد بياخد نصيب من اسمه، خلي بالك. صح يا جماعه، صح، خليكم معانا في الحوار بالمره كده على بال ما اطحن الكنافه بتاعتي. مش كل واحد فعلا بياخد نصيب من اسمه؟ كل واحد بياخد نصيب من اسمه. ما تخلينيش اقول اسمك. لا ما حدش، انا خدت نصيبي فيه ده بجد. يلا بينا، حصل. كده اهوت طبعا نعمناها. بصوا اهو. يلا هنبتدي بقى نسيح السمنه. انا بس بسيحها كده علشان انا بحب اعملها وهي سايحه ونايحه. بصوا بقى كده خلاص، عملت كل الكنافه اللي عندي ونعمتها. اسقيها بقى بالايه؟ بالسمنه بتاعتي. السمنه كان عباره عن ايه؟ عن 3 معالق سكر، 3 معالق سمنه. 3 معالق سكر كوبايه الا ربع. سمنه 3 معالق سمنه. وندعك كده. عايزه اقول لكم والله السمنه، عايزه اقول لك ان الكنافه شاربه السمنه كده وجميله، بتدوب في ايدي دوبان كده، احسن بكتير من ان انت تقطعيها بايدك. لا بالمصق بتطلع برضو خشنه، خلي بالك. فلما تعمليها في الكبه احسن. لو ما عندكيش كبه خلاص بقى اعمليها بالمقص يكون نظيف، اعمليها بالسكينه بالمخرطه. في ناس تعملها بالمخرطه بتنعمها. لو كده يعني خلاط، لا مش هينفع خلاط. هي الكبه احسن، سكينه الكبه غير سكينه الخلاط. بصوا انا كده دعكتها فيها، شربتها قوي وسقسقتها حلوه قوي يعني. بدهن سمنه كده للصينيه بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. طبعا هو ده نص كيلو من الايه؟ من الكنافه. هعمل كده. عايزه اقول لكم بقى الطريقه دي لو حد جربها من يعني بعدي وعجبتكم او عجبت حبايبكم، ادعوا لي دعوه من قلبكم، وما تنسوش تدعموني برضو وتخلوا حبايبكم يدعموني. بصوا هنا طبعا التبطيط ده سر الصنعه يعني. اهم حاجه تبططيها حلوه قوي. ليه؟ لانها عشان لما بتيجي تبططيها كده تكبسيها بايدك بتمسك بتمسك في نفسها يعني، بتمسك بعضها كده، مبقاش مفرطه. طبعا اهوت انا حطيتها اهو في كيسه عشان اقدر اشتغل عليها حلو، احسن ما تجيبي بالمعلقه او كده لا. ويعني ايه، هنبتدي بقى ان احنا نظبطها كده بالمعلقه اهو. هنبتدي بقى ان احنا كده نظبط النوتيلا بتاعتي او الشوكولاته او صوص الشوكولاته. نوتيلا دودي. وواحده واحده، ما تستعجليش يعني، بالراحه كده، واتكي بالمعلقه بتاعتك كده. لو عندك المعلقه السيليكون دي يعني هتسهل معاكي اهو. واحده واحده كده، تمام، مش مستعجلين، مفيش ورانا حاجه، لسه بدري يعني. وانا متعوده ان احنا نعمل اي حاجه حلوه تعمليها قبل ما تعملي الفطار، تجهزيها وتشيليها في التلاجة، وابتدي بقى اشتغلي على الفطار بتاعك انت بقى براحتك يعني اهوت كده. ونبتدي ان احنا ايه، ظبطت الشوكولاته بتاعتها يعني. عايزه بصي بقى الكفر بتاعها لما تستوي اختياري. انا عن نفسي يعني لما تتحمر شوفوا انا هعمل فيها ايه في الاخر يعني. عايزه تعمليها تكسيها يعني، تعملي الكفر بتاعها الوش بتاعها بالشوكولاته، ده حاجه برضو ترجع لك براحتك. حطينا هنا المكسرات، حطينا بقى المكسرات بتاعتنا العاديه يعني، زبيب سوداني، جوزة هند. بعد كده هنعمل الطبقه التانية ليها. طبعا ده ما كانش كفر، ده كان الطبقه اللي في الوسط يعني.
بعد كده هنحط الطبقة بتاعتنا التانية، بس نظبطها بس كويس بايديا كده. تعملي بقى كده احلى حاجه بايديكي، والله لما تعملي الحاجه بايدك احسن ما تجيبها جاهزه. عارفين الصينيه ديت كلفتني كام؟ يعني كلفتني حوالي 25 جنيه او 22. انت لو هتجيبي صينيه زي دي من بره بالحجم ده وكده يعني هتعدي ال 100 جنيه بجد والله، ممكن تعمليها 150 جنيه كمان. يعني اعمليها في ايدك بايدك احسن، وتكلفتها بسيطه قوي، تكلفه بسيطه. يعني حاجة جديدة ومختلفة بقى عن الكنافة بالمانجا والكنافة بالكريمة والكنافة قولوا معايا كاس. بالكاستر. فدي حاجة مختلفة وجديدة وحلوة قوي، وعيالك وضيوفك وحبايبك هيفرحوا بيها، الناس اللي هم من عشاق الشوكولاتة يعني هيفرحوا بيها قوي. بصوا هنا نكبس بس بايدينا حاجة يعني حاجة بسيطة كده، تفضلي تكبسي بايدك بس مش قوي، يعني مش تتكي قوي بايديكي قوي ان الشوكولاته تطلع من الجناب ولا كده، لا، اعمليها كده واحكميها بايدك حلوه قوي، وبلاش وما تقوليش ان انت تحطي عليها سمنه من على الوش، يعني بعد كده ما تحطيش سمنه، هي واخده السمنه بتاعتها وشربها كويس قوي، فمش محتاجه ان انت تحطي على الوش سمنه، هي كده كده فيها السمنه بتاعتها يعني. كبسناها حلو كده بايدينا، بططناها كويس. يلا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. طبعا الفرن عندك سخن عشان خاطر نشتغل بقى ونحطها كده ما تاخدش وقت معانا. ما تنسوش بقى الفيديو اللي جاي يا جماعة، الفيديو اللي انا قلت لكم عليه، اللي هنعمل كبد وقوانص داوود باشا، طريقة حلوة قوي وجميلة جدا جدا، اكلة كويسة. خلاص بقى يعني في ناس كتيرة زهقت من اللحمة والفراخ، ده في ناس زهقت يعني من اللحمة والفراخ، اعملوا دي كده حلوة وجميلة يعني. وعلى فكرة تنفع جنب لحمة وفراخ، تنفع جنب اي عزومات يعني حلوة. بصوا عندنا هنا نظافة الفرن اهم من اي حاجة، قبل ما تحطي حاجة وقبل ما تشغلي الفرن بتاعك تتأكدي ان هو نظيف. بقى في الفرن واشتغل على الفيديو اللي وراه، ما تنسوش تشوفوه. كبد وقوانص بطريقة داوود باشا، بس تحفة جميلة جدا هتعجبكم، ولو عندكم حد ما بيحبش الكبد والقوانص هيحبوها. ثواني وراجعين. يا حلاوتك يا جمالك، خليت لي الحلوين ايه. شايفين الصينية كده تفتح وتشرح القلب ازاي، تفتح النفس كده. احنا طبعا جايبين بقى الشربات بتاعنا احنا عاملينه. ده الشربات دوت بارد جدا، عاملاه بقى لي فترة طويلة يعني. طول ما صينية الكنافة عندك سخنة حط لها العسل يكون بارد، طبعا احنا كلنا عارفين المعلومة دي، بس في ناس ما يعرفوهاش. تحطيش سخن مع سخن، سخن مع سخن هيخلي الكنافة تعجن معاكي، هي سخنة تحط لها على طول العسل يكون بارد. وطبعا العسل انا حاطه الشربات دوت انا حاطه له فانيليا عشان تبقى ريحته حلوة كده. بقلقل الصينية معايا عشان تشرب الشربات بتاعها كويس قوي. واقول لكم بقى احنا هنعمل ايه، لسه طبعا ما خلصتش يعني، احنا هنهزر. هنا بقى بنعمل الكفر بتاعها بعد ما شربت وارتاحت شويه يعني وبردت حبه معايا، نبتدي نعمل الكفر الاخير دوت. بصوا كده اهو، نبتدي نوزع واحده واحده بالراحه يعني، ما تستعجليش، ما فيش ورانا حاجه، احنا ورانا حاجه مفيش حاجه يعني، احنا ورانا فطار ايه هنعمله اهو كده. على فكره انت ممكن لو جايلك ضيوف وكده انت ممكن تعمليها من بالليل وتشيلها في التلاجة، هتبقى جميله جدا جدا. وكل ما الكنافه بتبقى بارده كل ما بتبقى احلى، يعني لو اتاكلت سخنه ما بتبقاش لذيذه يعني، كل ما تبقى بارده بتبقى احلى. هل نستحق اللايك؟ يلا حطوا اللايك بقى. في ناس بخيله قوي قوي تتفرج على الفيديو وتجري بسرعه من غير ما تعمل لا لايك ولا اشتراك، تاخد بس المعلومه وتمشي، مش عارفه ايه البخل ده. يلا كده نشوف بقى احنا هنعمل. طبعا لسه ما خلصناهاش، احنا هنهزر ولا ايه، لسه ما خلصتش طبعا. نحط كده نظبط بس الكفر بتاعنا كده ونشوف بقى احنا هنعمل بقى حاجه كده حلوه عيالنا هيفرحوا بيها يعني. على فكره انت ممكن تحط لها كريز بدل. بصوا بقى هنا معانا البسكوت اللي هو الاوريو، اي بسكوت بصي اللي هو شبه الاوريو دوت هاتيه
نزوق بيه. عندك كريز حطي كريز، حطي اي حاجه، ممكن فستق، ممكن عين جمل، ممكن لوز، ممكن اي حاجه انت حابه تزوقيها بيها. الكريم شانتيه مع الشوكولاته، لو هنعمل كريم شانتيه على شكل ورد عارفين، لكن ما تتغطاش بكفر فوق كفر يعني. انا حبيت ان انا اعمل حته اللي هي البسكوت الاوريو دي، فيها بتبقى يعني اسهل واحلى وشوكولاته مع شوكولاته بقى يعني. بس ايه رايكم بقى؟ يعني حاجه فاخر من الاخر، حاجه تستحق ايه بقى؟ تستحق ايه؟ تستحق اللايك، تستحق ايه بقى؟ الاشتراك للناس اللي لسه اول مره تشوفني. خلاص كده مو. لا لسه احنا بنقسم البسكوت لسه انا مش ده البسكوت ده انت اكلته؟ طبعا احنا عايزين نقول لكم ان احنا كلناها بعد الفطار، يعني هوريها لكم. كلنا بعد الفطار اكلناها وكانت بقى تحفه التحف. انا هنا اهو كلنا وفطرنا وظبطنا مجالنا وكل حاجه. وانا ومودي هناكلها دلوقتي. انا كلها وقت. ايوه انت مش هتاكلها، قول لهم اعملوا لايك، اعملوا لايك، لو بتحبوني اعملوا لايك اعملوا لايك عشان اكل. عشان هتاكل. عسول حبيبي. مع سلامة. لا باي لسه باي. لسه هناكل. لا محدش يسمع كلامه، احنا لسه هناكل. هوريها لكم لما اقطعها. هو انا عايزه اقول لكم ان هو مستعجل عشان ياخد التليفون عشان يلعب. التليفون العب. ايوه شايفين صريح هو، فمستعجل. كواي. بيلعب على كواي. بصوا هنا اهو. طبعا هي اتحطت في التلاجة شويه ومسكت نفسها يعني. بصوا اهو. بصوا اهو. ايه رايك يا مودي في طعمها؟ حلوة. طعمها تحفة. ايه؟ تحفة تحفة تحفه تحفه. بص مودي بياكل ازاي. اعملوا لايك. قول لهم يلا باي باي. باي باي.